تعالوا نشوف كلام كابتن طارق يحيى مع سيد عبد الحفيظ على ان النادي الاهلي ليه مش تصنيف اول برغم ان هو تاني نادي في العالم حاصد للبطولات القاريه. كابتن طارق يحيى بيتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ، فبيتكلم في المشكله اللي كان بيتكلموا فيها نادي الزمالك على طول، ان الكاف جامل النادي الاهلي على ان هو اداله نادي القرن، مع ان النادي الاهلي كان واخد 7 بطولات ونادي الزمالك كان واخد 9 والكلام ده. تعالوا شوفوا كابتن سيد عبد الحفيظ رد على كابتن طارق يحيى قال له ايه. مين اكتر نادي في العالم واخد بطولات دلوقتي؟ ريال مدريد. مين اللي بعده؟ الاهلي. طب ليه الاهلي مش تصنيف اول؟ ليه الاتحاد الدولي ما حطش الاهلي تصنيف اول؟ جاوب. لا انا مش علاقه، انا جاوب لا ماليش علاقه يا عم، انا طالع بس هم بيقولوا كده فانا طالع اقول زيهم، يعني انا ماليش دعوه، يعني ايه اللي عمله ده انا ماليش. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ المايسترو قال له موسم 85 86 مين اللي خد الدوري؟ قال له نادي الزمالك، قال له لا النادي الاهلي، وبرغم كده النادي الاهلي ما راحش افريقيا. يعني المعايير اللي موجوده ساعتها في الوقت ده كانت